يعني دول كاملة تلاقيهم كلهم حافظين القرآن. أنا رحت الصومال، سبحان الله، الصومال دي كلهم حافظين القرآن. إيه ده؟ وما عندوش حفظ القرآن كده يحفظه بقراءة واحدة، بالعشر قراءات. يعني يقول لك حافظ القرآن يعني ختم العشرة. حاجة غريبة. لدرجة أنا قلت لهم إذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد فالصومال بلد المليون حافظ. والله دي حقيقة. يعني أنا فوجئت لما رحت الصومال ان يعني شغلهم الشغل هو القران. سبحان الله، طول النهار العيال قاعدين يقروا القران طول النهار، ويلعبوا يقروا وبعدين ينام، يصحى تاني يقرا القران ويلعبوا وبعدين ينام كده على طول. حاجه غريبه الشكل. لدرجه انا مره رحنا في صلاه الجمعه الساعه 9 الصبح، زورونا كده ايه الجامع اللي هنصلي فيه الجمعه، لقينا حلقه قاعده. الحلقه دي بيعملوا ايه؟ كل جمعه يعملوا كده، يبتدوا من بعد الفجر كل واحد يقرا آية ورا بعض كده، يكملوا على بعض، يقوموا على أذان الجمعة يكونوا ختموا القرآن. والله العظيم. بيقول لك ليه ده احنا بنعمل دي كل جمعة، مش احنا جايبين لكم الحلقة دي عشان انتوا جايين ضيوف النهارده تفتيش. لا، ده كل جمعة، ده كل جمعة كده على طول. وتلاقي سبحان الله من كتر متانة حفظهم تلاقي اللي قاعدين في الحلقة اللي قاعد مثلا ايه يهرش شعره، يجي عليه الدور يجيب الآية على طول ما يترددش، مع انك تقول ده سرحان، وتلاقي واحد كده الثاني يغمزه يكمل على طول ما يغلطش. ايه ده؟ يعني حفظ متين، يعني مش اي كلام. والله بكلمك جد، انا فوجئت اهل الصومال بهذه الصوره رضي الله عنهم جميعا. جالك شويه عيال وهابيه اتعلموا في السعوديه من الصومال، راحوا قلبوها الدنيا وجابوا اسلحه وقعدوا يقتلوا في اهل الصومال، المجانين المخابيل، وحولوها الى مجاعه. وهي بلاد مليانه خير، مليانه اكل. ده انت تشتري هناك السمكه بالمتر يا عم، لان بيصطادوا من المحيط. عارف انت سمك المحيط، انت متعود على سمك النيل، السمكه تطلع لك قد كده. لا هناك المحيط يعني 2 3 يجروا في السمكه 3 4 متر. يعني عندهم خيرات، ربنا مديهم خيرات. ازاي يحصل مجاعه؟ لكن شؤم الوهابيه لما دخلوا بلدهم جوعوهم. فهمت ازاي؟ دي بلاد مليانه خير، زراعة ولحوم وبترول، كل حاجة. 1000 كيلو على المحيط. تصور انت عندهم ساحل 1000 كيلو على المحيط. يعني لو تخرج كل يوم الصبح كده تتمشى كده تصطاد لك 2 3 متر سمك وتروح. سمكة ايه تجيب معاك العيلة عشان تشيل معاك، تقعد تاكل فيها اسبوع. فحاجة سبحان الله. عشان تعرف الفكر الوهابي ده لما بيروح اي بلد بينزع بركته. وفي الاخر طلعوا اهل القرآن دول، الناس اللي حافظين القرآن دول مبتدعين، ضلالية، مشركين. لو دول مشركين يبقى مين المؤمن؟ حاجة غريبة الشكل.